gon' do this. النهارده معانا خبيره التجميل منى الجمل اللي هنتكلم معاها عن الميك اب السواري والفرق ما بينه وما بين ميك اب العروسه، لان للاسف في بنات كتير قوي بيختلط عليهم الامر. منى خليني ارحب بيكي الاول ونبدا مع بعض اول حاجه عن الميك اب السواري. برحب بيكي يا دينا وكل مستمعينا واللي بيتفرجوا علينا في وشوشه الاصلي. طبعا الموضوع اللي اتكلمتي فيه موضوع مهم جدا. بنات كتير جدا بتكون جايه مع العروسه نفسها تكون زي العروسه بالظبط. ده طبعا مش من مصلحتها، حتى لو هي عايزه تظهر في اليوم ده متالقه جدا، بس انت لو اتعودتي ان انت كل مناسبه او كل فرح رايحاه حطيتي فول ميك اب بالطريقه اللي هي انت نفسك تحطيها، هتيجي يوم فرحك مش هتحسي ان انت عامله حاجه جديده، مش هتحسي ان انت مميزه. فانا هقول نصايح بسيطه قوي ان احنا نحاول ان الميك اب بتاعنا يكون سيمبل. لو انا رايحه احضر مناسبه بلاش ان هو يكون اوفر قوي. طبعا لازم امشي ورا الموضه والحاجات اللي لايقه معايا، بس ده مش معناه ان انا اكون رايحه انافس العروس. هي الموضه ايه ده يا منى؟ سؤال بيواجهنا كتير جدا مع بدايه كل موسم. عايزين نعرف منك ايه اكتر الالوان لموضه شتاء 2015؟ سؤال بيواجه كل البنات في كل موسم. الموضه ايه السنه دي؟ انا عايزه امشي معاها. الموضوع ده لازم نكون حاطين له اساسيات او رولز كده نمشي عليها، لان احنا لازم نواكب العالم كله في التطور بتاعه بما فيه الموضه. فطبعا بيوت الازياء العالميه بتقعد كل سيزون بتقول السنه دي احنا هيكون الموضه عندنا الوان كذا في الميك اب وفي الملابس وفي الديكور وكل حاجه. فطبعا احنا كشرق اوسط بيكون لينا وجهه نظر مختلفه شويه لان الواننا مختلفه، الجو عندنا مختلف. فمصممين الازياء في مصر السنه دي بيقولوا ان الالوان البنيات والنبيتي والاخضر والازرق والاصفر كل ده موضه السنه دي. طبعا في حاجه لازم نكون متفقين عليها، الابيض والاسود موضه ما بتبطلش، ماشي معانا على طول صيف او شتاء. البني برضو من الالوان الشتويه الجميله جدا هو وكل مشتقاته. هنبتدي نشوف دلوقتي حاجه بسيطه كده هنعملها على الموديل معانا ايناس باللون الازرق اللي طالع موضه جدا الشتاء ده، وهنشوف الميك اب السواري بتاعه هيكون ازاي. الميك اب المثالي دايما يا منى بيبتدي بالبيز الصح. خلينا نبدا كده نعلم الناس مع بعض البيز الصح اللي بيتعمل للميك اب السواري. هو بعيدا عن ميك اب سواري او ميك اب كاجوال او ميك اب ايا كان زفاف، انا لازم اشوف لو بشرتي فيها اي ديفوهات ان انا هداريها الاول. يعني مثلا لو انا بشرتي جافه شويه فانا هحط لها حاجات كتير جدا بتكون مرطبه للبشره بتتحط قبل الميك اب، هي حاجات مخصوص للبشره قبل الميك اب مش مرطبات عاديه. يا اما لو انا عندي مشكله ان في دهون زياده في بشرتي فانا بجيب اويل كنترولر، ده برده بيتحط في المناطق اللي فيها دهون زياده عشان وشي ما يكونش بيلمع فبيطلع بعد كده في الميك اب شكله مش لطيف. فانا هبتدي بس احط هنا عشان عندنا الحته دي بتلمع شويه هنا حوالين المناخير وهنا اوزعها. لو عندي هنا شويه برضو في دهون ببتدي احط في المناطق اللي هي انا عارفاها، لو انا بحط لنفسي ولو انا عند حد طبعا بياخد. يعني الحاجات دي مش بس مقتصره على البروفيشنال، يعني المفروض ان اي واحده بتحط ميك اب وهي رايحه في اي مكان تاخد بالها من بشرتها عشان ما يطلعش الميك اب فيه ديفوهات. اوكي تمام.
انا بحط ايا كان اللي انا هحطه، سواء كان اويل كنترولر او مرطب لبشرتي، وبسيبه دقيقتين 3 عشان ينشف بشرتي تشربه عشان يديني نتيجه احسن. تمام. هنبتدي نحط الفاونديشن على وشنا. طبعا كل نوع بشره بيكون ليه فاونديشن خاص بيه، وحسب المناسبه بتاعتي الصبح ولا بالليل، ده كله بيكون ليه انواع مختلفه من الفاونديشن، لان مش كل حاجه بتتحط في اي وقت. بفرد الفاونديشن على وشي بطريقه كويسه، وطبعا من المهم جدا ان انا ما احطش طبقات كتير على وشي عشان ما يبقاش شكلها مش لطيف او تكلكع. طيب خلينا نقول بقدر اختار الدرجه بتاعه الكريم الاساس لبشرتي على اساس ايه مثلا؟ لو انا بشتري حاجه لنفسي فانا لازم اجربها على وشي نفسه، مش على ايدي زي ما ناس كتير جدا بتعمل. لازم كمان لو انا هحط الميك اب ده بالنهار، فانا لازم اشوف اللون بتاعه في النهار. تمام. فانا لو بشتري من اي ستور او اي محل ممكن اخد حته من التستر اجربها في وشي في حته صغيره جدا، واطلع في النهار في النور اشوف لونه ايه مناسب بالنسبه لي ولا لا. هو المفروض ان هو الايديال ان هو يكون نفس لوني انا، ولا افتح ولا اغمق. لو انا عندي ديفوهات في بشرتي فيفضل ان انا اخد درجه اغمق شويه عشان تداري لو انا عندي اي مشكله حبوب مناطق غامقه، فالفاونديشن الاغمق درجه بيبقى ليه قدره اكتر على التغطيه. تمام. دلوقتي احنا حطينا الفاونديشن والباودر، عملنا كونتور خفيف للوش. هنبتدي نحط اللون الازرق او اللون الغامق اللي انا لابساه في جفن عيني. ده طبعا مش كل الناس هينفع معاها، الناس اللي جفنها واسع بيكون افضل ليها ان احنا نعمل معاها الطريقه دي. ميرسي يا دينا، تعباكي معايا؟ لا خالص. ازاي؟ هناخد درجة لون من الدرجات اللي هي الترابية شوية. احنا دايما لازم يعني نحافظ في الميك اب بتاعنا ان احنا نكون مسيحين الميك اب قوي، ما يكونش فيه عندنا فرق واضح ما بين درجة لون والتانية. منى، في بنات دايما بيبقى عندهم عظمة جفن العين، تمام، دول بيليق معاهم الالوان الغامقة ولا هل في رسمة معينة العظمة دي لو هي اوفر او مخلية شكلي مش لطيف، فانا بحاول ان انا اداريها شوية باني هغمقها وهخلي اللي تحتها فاتح. تمام. يعني المكان اللي لو هي بارزة لبره والمكان اللي تحتها داخل لجوه، هخلي اللي جوه ده فاتح والعظمة نفسها غامقة. تمام. كويس. محتاج دي كده احنا خلاص الجسم كله اتملى. حطينا الدرجتين اللون وعملناهم ميكس مع بعض. تمام. اوكي. هنبتدي نحط اللون جوه العين. اللون جوه العين دلوقتي طبعا في بنات كتير جدا بتحط الوان جوه عينيها. مش عارفه الكلام ده صح ولا غلط. انا لو هحط كحل ملون جوه عينيا، يا اما انا اكون لون عيني فاتح، تمام، يا اما اكون حاطه كونتاكت لينسز ملونه يعني. أوكي. لكن لو انا عيني غامقه ما يفضلش ان انا احط الوان، ممكن احط حاجه مثلا اوف وايت، حاجه سيلفر. لكن ان انا احط تركواز او اخضر او ازرق ده ما بيكونش لطيف. بيديني لوك كده في الاخر بهتان شويه. تمام. يعني انا بستخدم دايما الالوان الفاتحه لو عيني لونها فاتح او انا لابسه لانسز ملونه. تمام. لكن لو العيون العسليه اللي هي تقريبا اغلب المصريين عسلي، يفضل بقى احط اوف وايت، احط اسود، ولا الاسود تراجع دلوقتي؟ لا طبعا الاسود ما بيبطلش، الاسود بيبطلش. معانا يعني فوريفر. تمام. وكمان احنا يعني كشرق اوسط عموما العرب كلهم بيحبوا الكحل الاسود. تمام بالظبط. هو بس احنا نحطه جوه العين او بره العين، ده بيختلف من شكل عين للتاني. احنا معانا هنا ايناس عينيها زرقاء او لابسه لانسز ازرق، فعشان كده بدأنا نحط كحل ازرق، مش كده؟ هنحط كحل ملون. اوكي. وتفر بقى اللون اللي هنحطه يعني، بس هي كلها يعني انا مش هتجه للاخضر وانا لابسه ازرق. اوكي. عامله العين كويس باللون. بعد كده هاخد تاني لون برضو ازرق غامق شويه. مفيش مشكله ان انا اخلي لوني يروح على موف سنه محمر، لان الازرق من الدرجات اللي بتدي شويه للوش شحوب، لكن انا لما اديله حاجه محمره شويه فهو الازرق لما بيتحط على الاحمر بيديني موف. تمام. فانا هاخد حاجه على موف، يعني حمرت الازرق شويه عشان يبقى في وشي بس فيه حيويه. اوكي. هبتدي احط كده طبقه خفيفه، يعني الميك اب ده هيبقى في الاخر سموكي بس مش اسود. نحط طبقه خفيفه كده من تحت العين واسحبها مع اللون من فوق، عشان برضو زي ما اتفقنا ان احنا لازم الالوان كلها تكون ميكس مع بعض. طبعا احنا دلوقتي رسمنا الحواجب بالشكل اللي بيناسب ايناس. هنعمل ايه دلوقتي يا منى؟ هنحط طبقه فاتحه كده من الشادو تحت الحواجب عشان نحددها شويه. تمام. وبرضو هنبتدي نسحب عشان ما يكونش فيه فروق في الالوان.
دلوقتي احنا خلصنا العين، حطينا خط الايلاينر، وهنيجي لمرحله مهمه جدا هي البلاشر. البلاشر ده من الحاجات اللي بتخلي شكل الوش مختلف تماما، لان هي بتساعد ان انا انحت شكل وشي، لان انا لما بحط كتير شويه ممكن يعني يخلي شكلي مختلف. فطبعا يعني انا من انصار ان احنا ما بنحطش لون بلاشر واحد، انا بفضل ان انا احط اكتر من درجه مع بعضها عشان تخلي شكل وشي في الاخر ناتشورال اكتر. اوكي خلينا نبدا. طبعا لازم نضحك واحنا بنحط البلاشر، نضحك شويه عشان اقدر ابرز عظمتين الوجه. ايوه بالظبط كده، هي دي بس الحته اللي انا بحط عليها البلاشر. المناخير بحاول ان انا ايدي تكون خفيفه في النص، وبظبط طبعا من الجناب على الحته اللي انا عامله فيها كونتور. في ناس للاسف يا منى بيمشوا بالفرشه كده، وبعدين كده 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 تحسي انها دايره، وبعدين بقى نحط فوق، وبعدين نقفل من تحت بالدقن، فجاه تبصي تلاقي الوش كله بقى بلاش. ما هو ده دورنا بقى ان احنا نقول للناس ان ده مش صح. تمام، مش احنا بنحط بس على عظمتين الوجه كده زي ما احنا شايفين، وحاجه بسيطه على القلب. دلوقتي انا هحط دي درجات الوان بتبقى داخله كده في بعضها. اوكي. فانا باخد منها حاجه كده حسب انا عايزه مثلا اخلي وشي على اوكسيدي اكتر ولا على روز او على بينك. فانا باخد حاجه فيها لمعه شويه، دي بتكون التغطيه بتاعتها اقل بكتير من البلاشر العادي. اوكي، بتكون اللمعه فيها اكتر. بمشي كده واسحب بقيه وشي عشان يبقى شكل بشرتي طبيعي. يعني بصي انا حتى بقرب من تحت العين شويه عشان اخد معايا الوش كله، بسحب ما يبقاش وده طبعا يعني انا عايزه بس اعرف ان ده لونه مش باين يعني. يعني انا لو حطيته كده بصي هو كده مش باين، مش باين حاجه اصلا، بس بيدي لمعه وانا بسحب البلاش اللي انا حطاه على الوش كله عشان يكون شكله طبيعي اكتر ويكون مديني لوك يعني شيك. تمام. اوكي كده خلصنا البلاشر، هنبتدي نحط الروج. طبعا الروج احنا بنحب يكون ثابت، ففي انواع كتير قوي من الروج بقت ثابته دلوقتي. فلو انا رايحه مناسبه وانا عارفه ان انا يعني بحرك شفايفي كتير او باكل فيها، فيفضل ان انا ابقى واخده معايا حاجه كده، حاجه بسيطه في الشنطه عشان اغير بيها. اوكي. هبتدي املى شفايفي بلون. انا بفضل برضو ان اي حد رايح يعني مناسبه تحط روج سيمبل شويه، لان احنا اوريدي رسمنا رسمه عين قويه سموكي، فدايما الروج يكون على اهدى شويه. بس ده ما يمنعش ان برضو ان انا لو حطيت سموكي اسود اقدر احط روج احمر. طبعا الاحمر بتاعي مستمر معانا طول الوقت، يعني من الالوان الثابته. بالظبط. فرشه الروج. في حاجه كده لطيفه جدا عايزه اقولها للبنات عموما، يعني لو هي عايزه تغير في الوان روج عندها، مش لازم لو انا عندي مثلا عجله روج زي دي، مش كتير من البنات بتجيبها. لو انا عندي قلم روج وعايزه افتحه شويه، بعد ما جبته لقيته لونه طلع غامق، فانا ببساطه جدا انا لو عندي فاونديشن فانا اقدر اخد حته من الفاونديشن ده كده بفرشه وبحط على اللون، بحطها على اللون يديني درجه افتح شويه. بالظبط كده، بيديني درجه افتح. بتحكم انا بقى زي ما انا عايزه في الدرجه اللي انا عايزاها. كويس، ده حل كويس قوي، لان ناس كتير بتجيب فعلا روج بيطلع اغمق درجه افتح درجه، بيبقوا تمام. بالظبط. انا لو عارفه كويس قوي الالوان او تركيبها بعرف اتحكم في اي روج عندي، يعني اقدر اجيب مثلا درجات بسيطه جدا، لكن انا بخلط حاجات مع بعضها. يعني مثلا الشركات العالميه بتنزل روج بروفيشنال بالوان ازرق واصفر، طبعا الناس العاديه بتبقى مستغربه جدا روج ازرق ده بيتعمل بيه ايه؟ هم عارفين ايه اللي بيتمزج معاه يدي لون. بالظبط. تمام. طبعا يا دينا انت عارفه الالوان لعبتي شويه طبعا. احنا شفنا هنا سموكي ازرق، وشفنا عليا منى عامله لي انا سموكي اسود. فكده شفنا تقريبا نوعين من السموكي. اقدر اقول كده ان السموكي متربع على عرش الموضه السنه دي. السموكي الاسود ما بيبطلش. تمام. الالوان بقى نفسها هي اللي بتتغير حسب الموضه بقى السنه دي، في ازرق، في اخضر، في زيتي، في نبيتي.
فكل سنه كل فتره، وكمان الشتاء اكتر بيبقى السموكي فيه يعني متداول اكتر كتير من الصيف. تمام. ده كده احنا خلصنا الميك اب. تمام. هنبتدي بقى نلف الطرحه. خلينا نبدا بقى باول لفه طرحه سواريه تكون مناسبه للفستان. قولي لي يا منى بقى هنبدا نعمل ايه؟ دلوقتي احنا حطينا بيز كده بس لون اسود، طبعا هو ماتش مع الفستان اللي هي لابساه. في قدامنا تو اوبشنز، يا اما هنلف الطرحه سبانيش لورا يا اما هنلفها لقدام. هعمل الاول لفه الطرحه لقدام سريعه جدا. لو انا عايزه ابين حته من الاسود اوكي، مش عايزه مفيش مشكله. تمام. دي اللفه العاديه. دي اللفه العاديه، ناس كتير بتطلق عليها ان هي لفه تركي، يعني بما ان الاتراك هي الموضه بتاعتهم دايما لفه من قدام. ودلوقتي بقى بنات كتير قوي بتحبش تعمل الطرحه سبانيش، فطبعا من الحاجات اللي بتبقى لطيفه جدا ان احنا نلف الطرحه كمان رقبتي تبقى متداريه. تمام. الموضوع بيكون الطف كتير. انا لفيتها عادي جدا. الفكره كلها بتختلف بس في طريقه الحط بتاع الاكسسوارز. فدلوقتي هي حاطه هي لابسه الاكسسوارز فيه ستريس، فاحنا ممكن نجيب حاجه زي كده بنحطها كده، سوري بنحطها كده. دي من الحاجات اللي بتبان الوش مدور اكتر. اوكي. ممكن نفسها نحطها كده. اوكي. تمام. لو انا رايحه فرح بالنهار، يعني في كتير دلوقتي في مصر بقوا ناس تعمل افراح بالنهار، فممكن البرايد ميدز ولا حاجه ممكن يلبسوا كلهم زي بعض ستايل واحد، بس طبعا بيفضل ان فساتينهم ما يكونش فيها ستريس والاكسسوارز بتاعهم كله ما يكونش فيه ستريس. فانا ممكن احط حاجه كده قلب على هواي شويه. تمام. بس برضو من الحاجات الموضه جدا السنه دي، كانت معانا الصيف اللي فات ومستمره معانا الشتاء والصيف ده ان شاء الله. اوكي. من الحاجات اللي بتدي كده جو فرحه شويه للبنات اللي رايحين الفرح. تمام. اوكي. دلوقتي هنغير بقى لفه الطرحه خالص. اوكي. سوري. نعمل الطرحه سبانيش لورا. طبعا انا بعمل الطرحه فوليوم من ورا حسب انا حجم راسي قد ايه. لو انا رايحه احضر فرح، لو انا مخطوبه فمعايا خطيبي براعي فرق الطول بيني وبينه. تمام. نعمل حاجه كده. ممكن من هنا احط بروش الماظ مثلا، او اللي كنا ماسكينها من شويه الطويله، حاجه زي كده. انا ممكن الفها هنا. تمام. واجيبها كده. اوكي. حلو قوي. اوكي. تمام. برضو الاطواق اللي فيها ستريس خفيف كده بتبقى من الحاجات الحلوه جدا. انا ممكن اسيب الطرحه دي من ورا عادي، وممكن المها زي ما اتفقنا كده. لو انا عايزه اسيبها من ورا ومش عايزه حاجه تبقى باينه منها خالص، فانا هلمها بدبوس كده كمان. انا بحب دايما ان الحاجات السواريه تكون الطرحه لفتها سيمبل شويه، يعني بلاش نحط طرح كتير قوي عشان ما تقيدش حركتي، عشان اقدر براحتي ان انا اتحرك ما احسش ان في حاجه مقيداني. تمام. اوكي. فهي طرحه واحده او طرحتين يعني اتس انف جدا. ممكن احط ده كده، ممكن احط زي التوكه كده. ممكن برضو لو انا عايزه ان انا ادور وشي شويه فانا بحط كده. تمام. اوكي. نثبته. هنشوف شكل الطرحه كلها. تمام. ده كده اللوك النهائي بتاع السواري. يا رب يكون عجب كل البنات. ونصيحه اخيره، كل بنت رايحه تحضر فرح، لسه ليكي فرحك. تمام. بالظبط. حاولي تحتفظي ليه بحاجه كده لوك مميز. ميرسي ليكي طبعا يا منى، وميرسي يا ايناس، ويا رب نكون قدرنا النهارده نقدم لكم حاجه مفيده، واستنونا في حلقه جديده مع ضيف جديد في برنامجكم ستايل زيزو.